سماء مقديشو ملبدة بغيوم الانفجارات. سيارة مفخخة تستهدف رتلا للقوات الصومالية بالقرب من مطار مقديشو الدولي، مخلفة وراءها قتلى وجرحى وأضرارا طالت سيارات المدنيين. قوات الأمن التابعة لجهاز الاستخبارات التي استهدفت في الهجوم طوقت مكان الحادث، وقال المتحدث باسم وزارة الأمن إن الانفجار وقع بعد مطاردة للسيارة بعد الاشتباه بها. تعلمون أن الإجراءات الأمنية في العاصمة اليوم كانت مشددة. تلقينا معلومات بوجود سيارة مفخخة والأجهزة الأمنية كانت تتعقبها. كما ترون الانفجار وقع هنا بعد أن رأى أننا طوقناه من كل الاتجاهات. نأسف على المدنيين الذين سقطوا ونحمد الله على محدوديته. رواية حركة الشباب المجاهدين جاءت مناقضة، حيث أكد مسؤول في مكتبها الإعلامي أنهم استهدفوا قوات تابعة لجهاز الاستخبارات وقتلوا 7 عسكريين بينهم ضابط، مؤكدا استمرار المواجهات مع من سماهم بعملاء أمريكا في الصومال. وبعيدا عن الروايات المتناقضة وتفسير كل طرف لما حدث، فإن الهجوم يثير من جديد الجدل القائم حول جاهزية قوات الأمن الصومالية وقدرتها في التعامل مع التكتيكات المتغيرة لحركة الشباب. فبعد تراجع المواجهات المباشرة داخل العاصمة، أضحت التفجيرات والاغتيالات أسلوب الحركة الجديد، وبات معها تعامل الأجهزة الأمنية مرتبكا في كثير من الأحيان برأي عدد من المراقبين. ضعف التمويل وتدريب عاملان يعتقد كثير من المراقبين أنهما خلف تعثر أداء الأجهزة الأمنية الصومالية في استعادة الأمن والاستقرار إلى العاصمة. جامع نور، الجزيرة، مقديشو.